معلومة كده على السريع يا اخواتي، زعلان تعبان محبط اي حاجة انت حاسس ان هي مش عاجباك او حاسس ان انت مفرهد عامة، حاسس ان انت مش قادر تعمل اي حاجة، انزل روح اي حصة جيم تمام واتمرن اي تمرينة. مش شرط تطلع تفشخ الجيم باللي فيه يعني. واتفرج بعد ما تخلص الحصة دي او التمرينة، اذا كان نص ساعة 45 دقيقة ساعة ساعتين، بعد ما تخلص اتفرج على الفرق. هتلاقي نفسك نشيط، هتلاقي نفسك فرحان كده لوحدك تلقائي، بعيد عن ان انت عملت انجاز اصلا. احرص دايما ان اول حاجات تعملها لما تصحى من النوم تكون حاجات ايجابية، عشان تجرك لحاجات تانية ايجابية. يعني مثلا ما تصحاش تمسك التليفون كده، انت بقى تمسك التليفون تقعد بقى ايه، تخش على تيك توك وعلى انستجرام وعلى بابجي وعلى ايه وعلى ايه. فانت ماشي خش على الحاجات دي براحتك، بس ما تخليهاش اول حاجة تبتدي بيها، بسبب ان انت لما تصحى من النوم وتبتدي بكده هتضيع وقت، وكمان هتجرك وهتنسى اصلا الوقت، وهتفضل تقلب تقلب تقلب، وهيعدي وقت كتير. الوقت اللي هيعدي ده انت كنت ممكن تخلص كام حاجة، وبعد كده ساعتها بقى كنت تاخد ايه، وقت راحة او وقت فري، ان انت ايه، مثلا انت صحيت بعد كده ايه، فطرت وبتاع ورحت الجيم، مسكتش التليفون ماشي، او بمعنى صح يعني ما فتحتش تيك توك، ما فتحتش البابجي واتساب العاب، فصحيت من النوم ورحت الجيم. بعد كده بعد ما تخلص هتلاقي نفسك ان انت عملت انجاز ان انت رحت الجيم، وهتلاقي نفسك ان انت فرحان وعندك نشاط. هتلاقي ضغط مثلا عليك من عقلك، اللي هو انا عملت انجاز، طب يلا بينا نكمله. فحوار ان انت اول ما تصحى تروح الجيم هيجرك ان انت مثلا تقرا في اي كتاب، تسمع كورس، تعمل اي حاجه مثلا على حسب هدفك واحلامك. بس فدي كانت معلومه سريعه يعني. متنساش اللايك واشتراك لو عجبك الفيديو. سلام.